هلو. هنتكلم النهارده عن ضوافر القطط والكلاب. امتى اقص الضوافر وازاي؟ طيب، لو الكلب مواظب على التمشيه كتير ويمشي على الاسفلت فهو ضوافره يوجوالي بتتبرد وهو ماشي، ما بيحتاجش نقصه جامد، بالذات لو ابتدى يمشي بانتظام كل يوم. طيب لو الكلب مش مواظب على المشي او قاعد اكتر اندورز في البيت او ما بيمشيش على اسفلت، بيمشي في جناين وفي اماكن طريه، يبقى هيحتاج ان احنا نقص ضوافره بانتظام علشان ما يحصلش اوفر جراس. والاوفر جراس ده ممكن يعمل له اصابات في ايديه في البوز بتاعته، او ممكن تاثر كمان على المفاصل بتاعته والمشي. بالنسبه بقى القطط نفس الكلام، بنحتاج نقص لهم ضوافرهم بتاعت ايديهم اللي قدام، علشان الايد اللي قدام بيحصل لها برضو اوفر جراس، بالذات في الصباع اللي في النص اللي هو بيبقى مكان الصمت بالظبط، هو ده ساعات بيحصل اوفر جراس كتير قوي وبيعوره. طب يا دكتور، اقص الضوافر بتاعه القطط والكلاب في البيت ازاي؟ لو هتقص في البيت يبقى لازم ناخد بالنا قوي ان احنا في القطط بندوس على البوز بتاعتهم دوسه خفيفه عشان نطلع الضوافر لبره، ونبتدي نقص الجزء الشفاف بس او الابيض، نبعد عن جزء البينك خالص، عشان ده لما بنقصه ممكن نعور القط اللي فيه بلاد سبلاي وهيبتدي ينزف دمه، وممكن يعمل انفكشن للضوافر ويعمل لهم مشاكل بعد كده كتير. ويوجوالي بنقص اللي قدام بس في القطط بالذات الصغيره، علشان وهم بيطلعوا فوق الحاجات زي القطه دي ما يقعوش وهم نازلين. دي كانت معلومه النهارده، ورمضان كريم.